شفنا حيوانات كتير أنقذت البشر في مواقف صعبة، ودلوقتي الحيوانات هي اللي بتطلب المساعدة في أصعب لحظات بتعيشها، وجه دور الإنسان إنه يساعدها ويقدم ليها كل العطف واللطف وينقذ حياتها. فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كمل معايا الفيديو للآخر، ولو عجبك ما تنساش الاشتراك في القناة عشان تتابع كل جديد. يلا بينا نبدأ. الفيل ده للأسف كان قرب يفقد حياته بعد ما فقد إحدى ساقيه بسبب فخ، ولحسن الحظ ساعده مقدم برامج في الحياة البرية إنه يقدر يمشي مرة تانية، وركبوله كمان طرف صناعي. التعبان ده كان جعان جدا لدرجة إنه ابتلع قطعة من أنبوب بلاستيك بالخطأ، والحمد لله إن ساعدوا الأشخاص دول بلطف على إخراج الجسم البلاستيكي وحرروا التعبان تاني في الطبيعة. السكان المحليين لاحظوا العجز اللي باين على وجه الأم دي بسبب حالة القرد الصغير، وبالرغم عدوانية مجموعة القرود التانية إلا إن نجح الراجل ده بهدوء في فك الشبكة للقرد الصغير. العاصفة الثلجية دفنت الحصان الحامل ده تحت الثلج الكثيف، وأحد المرة ساعده وأحضر رافعة عجلات لإنقاذه. في الصحراء القاحلة والسراب الشديد ما قدرش المسكين ده إنه يصدق إن المية قدام عينيه بالرغم عطشه الشديد، لحد ما أقنعه الراجل العطوف ده بلمسة جميلة. الأرنب الصغير ده كان بيحاول يدور على طريقة للبيت بتاعه، وللأسف علق في الشباك وكان خايف جدا لحد ما أنقذوه. دي فعلا لحظة معجزة. رجال الإنقاذ ساعدوا أم سمكة قرش حامل كانت عالقة في شبكة صيد غير قانونية، ساعدوها في ولادة صغارها. سبحان الله. صندوق الكهرباء مكان خطير الكل بيتجنبه، إلا إن الطائر المسكين ده ما كانش عارف كده، ولحسن الحظ الناس دي ساعدته وأنقذت حياته. السنجاب اللص ده سرق الأكل من الراجل ما زعلش إطلاقا، لكنه عرض عليه وجبة زيادة كمان. الغزال ده كان محظوظ جدا بلقاء بطولي لما الراجل ده ساعده، وإلا ما كانش هيعرف يحرر نفسه. النساء دول لاحظوا سقوط قطة صغيرة في البركة وحاولوا يطلعوها، لكن لأنها كانت بعيدة شوية عنهم كان في صعوبات جدا في إنقاذها. لكن لطفهم كان واضح وإصرارهم على مساعدتها، وفعلا أنقذوها. شيء جميل فعلا، كانت منتظراها حياة جميلة. I'm just trying to help you out, homie. Don't try to flex on me. Get out of here. Go. البقرة الأم دي ممكن تفقد السيطرة فجأة لو فهمتهم غلط، لكن لحسن الحظ إنها وثقت في راكبي الدراجات وساعدوا طفلها الصغير. أمهات الطيور الثلاثة دول للأسف ما وفتش بوعدها في إحضار الطعام ليهم، وما كانش في أمل لبقائهم أحياء لولا إنهم التقوا بعامل طيب القلب ساعدهم. القطة المسكينة دي كانت محاصرة وخايفة جدا وهو بيحاول يساعدها، وبفضل صبرها استحقت النجاة وفرصة الحياة مرة تانية. العائلة دي عثرت بالصدفة على طائر اللقلق
كان محاصر في حوض سباحة قديم، سحبوه أخدوه لحظيرة الدجاج بتاعتهم واعتنوا بيه، وبفضل عطفهم ورعايتهم ليه استرد صحته تاني وبقى قادر يقف مرة تانية، وقدر يتمكن من الطيران في السماء. من ارتفاع 30 قدم الضبع ده تعاون مع فريق إنقاذ الحياة البرية وقدروا ينقذوه بعد لحظات صعبة، ولقى طريقه في النهاية لمنزله بكل حرية وسعادة. الفار اليائس ده كان مخلبه الصغير متشبث بالحياة والأمل الأخير، بالرغم من إنه ضعيف وصغير جدا إلا إن كل مخلوق يستحق فرصة للعيش بشكل آمن. القطط التلاتة دول اتجمدت ذيولهم لأنهم فضلوا ساعات في طقس بارد قاسي جدا وما كانوش قادرين يتحركوا، وبكوب من القهوة الدافئة حررهم الشاب ده من الجليد واهتم بيهم لحد ما بقى ليهم بيتهم الجديد. الأمر كان صعب جدا لما الظبي ده كان متشابك بالطريقة دي وكان لازم يتم تخديره، ودي كانت الطريقة الوحيدة لفريق الإنقاذ عشان يقدروا يساعدوه. على الرغم من إنقاذه إلا إن الطائر ده مازال ضعيف جدا. بسبب المد والجزر للأسف الفقمة دي التصقت بالصخور الحادة على الشاطئ، ولما أنقذوها وشافت المحيط مرة تانية دي كانت لحظة سعادة لا توصف ليها وللجميع. دي اللحظة اللي البطة الأم كانت بتستناها لما شافت صغارها تاني لما تم إنقاذهم. الفيل ده علق في الحفرة اللي حفرها لعدة أيام لما كان بيدور على مصدر للمية، وبالرغم كمية المية المحدودة اللي كانوا بيساعدوه بيها لكنها كانت كافية لتمكين المخلوق الضخم ده اللي وزنه يقارب 2 طن إنه يصمد لحد ما يتم إنقاذه. خلال رحلة صيد عثر الصيادين على سلحفة كانت محبوسة في كرسي استرخاء. الموضوع خد منهم دقايق معدودة لإنقاذها لكنهم ساعدوها لحياة جديدة. الغراب ده للأسف كان محاصر في مكان صعب جدا، وبعمل بسيط قوي من الراجل البطل ده أنقذ حياة الغراب. السمكة المسكينة دي كانت بالكاد على قيد الحياة لما لقاها الراجل ده، وبمنتهى اللطف ساعدها ورجعها لمكانها الطبيعي تاني. الثور كان بيرمي الطعام في المية، وده عرض حياة إنسان الغاب للخطر. لحسن الحظ خاطر حارس حديقة الحيوان الشجاع بالغوص في المياه العميقة عشان ينقذ إنسان الغاب من الغرق. دي عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر، ولأن أي خطأ ممكن يموت الكلب العملية دي خدت ساعات.
شكرا للفريق الرائع من رجال الإنقاذ على صبرهم وشجاعتهم. بالرغم البرد القارس وطبقات الجليد إلا إنه قدر يوصل للكلب البائس ده وأنقذ حياته. الإطار ده كان زي سلسلة مربوطة في التمساح لمدة 6 سنين. تخيل، كانت عملية الإنقاذ دي خطيرة جدا، لكن السكان المحليين بذلوا كل جهدهم عشان يساعدوا التمساح يلاقي الحرية مرة تانية. هتحس بالخوف لو واجهت تعبان مائي ضخم بالحجم ده، صح؟ الراجل ده شجاع جدا بصراحة، ساعده بكل هدوء. البنت دي لقت مخلوق صغير ضعيف جدا، اهتمت بيه البنت اللطيفة دي لحد المخلوق ده ما كبر. وفي الآخر أدركت إنه مش قطة عادية أبدا. الحمامة دي علقت في الحائط بطريقة غريبة جدا، ولما حفروا جدار اتفتح مسار لمساعدة الحمامة إنها تهرب من الجحيم اللي اتعلقت فيه. الكلب المسكين ده كان حاسس بالخوف الشديد بسبب الجرة اللي اتعلقت في راسه دي الأسابيع، وخد وقت طويل جدا للتعافي والثقة تاني في الناس. To really work with her to slowly get her out of her shell and start seeking human interaction from people that she's comfortable with. Bird's stuck on the back of the boat. Yeah, he's stuck on a hook with some old bait on it. طائر النورس ده كان هيموت بعد ما علق في خط الصيد على ظهر القارب، لحد ما الراجل الطيب ده اكتشف الأمر وساعد النورس وحرره. ده كان الأمل الأخير للقط ده، إنه يلاقي صاحبه من تاني، إنه يروح لنفس المكان اللي بيقعد فيه صاحبه عشان ياكل. بعد شتاء قاسي جدا المستنقعات بتبقى بمثابة مصائد مخيفة للخيول البرية، وكان أحد الخيول دي اسمه فيلي. كان محظوظ إن تم اكتشافه وإنقاذه من السكان المحليين. ده قرد شقي تسلق نوافذ المسجد وكان في خطر، ولحسن الحظ ان رجال الانقاذ ساعدوه ورجعوه تاني للغابة. I don't know what I'm gonna do here. فكرة انك تواجه حيوان مضطرب وخايف ده ممكن يشكل خطر عليك كإنسان، لانك ما تعرفش ردة فعله ايه، لكن ده ما خلهمش ان هم يتخلوا عن حيوان الكسلان المخلوق المسكين ده. الشاب اكتشف طائر عقاب السمك في خط صيد تحت المية، حاول يطلعه على الشاطئ وينقذه، وبعد الراحة قدر الطائر يحلق مرة تانية في السماء.
ده حوت أحدب ضخم طوله 33 قدم تقريبا، علق في شبكة التحكم في أسماك القرش، ورجال الإنقاذ من سي وورلد أستراليا عملوا كل جهدهم عشان يساعدوه ويحرروه تاني. الحصان ده علق ساقيه في السياج وهو بيحاول يقفز خارج الساحة، والحمد لله محدش اتصاب بأي أذى، والحصان كمان لم يكسر ساقيه خلال عملية الإنقاذ. بالرغم خطر الجليد والحطام الموجود، خاطر الراجل الشجاع ده بحياته لإنقاذ جرو صغير خائف في المياه المتجمدة. يمكن يبان الأمر تافه وإن الرجال دول تافهين، لكن في الحقيقة هم عندهم قلوب كلها عطف ورحمة مش عند كتير من البشر. الحمير دي كانت على وشك التجمد والموت جوعا بسبب الطقس البارد، لكن الكرويون الطيبون أطعموهم وساعدوهم يلاقوا مكان أكثر دفئا للعيش فيه. الوشق شكله مخيف وشرس لكنه محتاج للمساعدة، المشكلة إنه ممكن يأذي البنت دي، وبالرغم من كده بمنتهى العطف وبكل شجاعة منها قربت منه وساعدت القطة الكبيرة دي في النجاة وحررتها. السنجاب ده اتعرض للصعق الكهربي وكان خلاص هيموت، لولا الانعاش القلب الرئوي كان السبيل الوحيد لإعادته للحياة مرة تانية. الأم الحمار الوحشي دي مش قادرة تنقذ صغيرها اللي بيغرق، وما كانش قدامها إلا إنها تثق في حراس حديقة الحيوانات عشان ينقذوه. الكوالا ده كان محظوظ جدا لأنه اتنجى من حريق هائل في الغابة. طائر الطوقان ما يقدرش يعيش بمنقار مكسور، وبفضل التكنولوجيا والعمل الإنساني الرائع قدر الطوقان يحصل على فرصة تانية للحياة. الأسد ده اسمه ناتوريندا اتصاب بسلك من خلال فخ وقدروا ينقذوه، وبعد 5 شهور تعافى ناتوريندا ورجع للبرية تاني بعد ما استعاد صحته. الحمد لله إن لسه في ناس عندها قلوب كلها عطف ورحمة بالحيوان، قلوب رحيمة تستحق كل الشكر والامتنان. شكرا ليكم. انت كمان لو لقيت اي حيوان محتاج مساعدة من فضلك ما تترددش ابدا انك تساعده وتديله فرصة تانية للحياة. انتوا كمان شكرا ليكم لو وصلتوا معايا لحد هنا، واكتبولي في التعليقات ايه اكتر موقف اثر فيكم في الفيديو. لو حابب تشترك في القناة اعمل سبسكرايب عشان تتابع كل الحلقات الجاية، هتوحشوني جدا. وختاما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.